السلام عليكم. من أحلى الأكلات الشتوية اللي الأطفال بتحبها جدا الحلبة المعقودة أو المفتقة. أنا كاسكندرانية بقول عليها حلبة معقودة، معرفش انتوا بتقولوا عليها ايه. يلا بينا هنعملها مع بعض، حلوة جدا وسهلة وبسيطة. هنشوف الطريقة والمقادير. محتاجة كمية زيت تكون كويسة. لو هعمل كيلو من العسل بحط نص كوباية من الزيت، وبيكون طبعا الموضوع بالنظر، يعني دي مع تجارب سنين كتير. فابتديت ان انا احط الكمية اللي انا هعمل عليها، كمية العسل اللي عندي، وهحط عليها السمسم. طبعا بنكتر السمسم او بنقلل، كل واحد حسب امكانياته او حسب الحاجة اللي بيحبها. بنحب السمسم كتير، وكان عندنا كمية من السمسم. ابتديت احط على الزيت السمسم بالشكل ده واقلبهم مع بعض. لكل كيلو عسل معلقتين من الدقيق. طبعا كده كويس جدا، المقادير دي مظبوطة. ابتديت ان انا احط معلقتين الدقيق لكل كيلو من العسل. بنزود الدقيق، يعني كل ما نزود كمية العسل كل ما نزود معالق الدقيق. هشوحهم مع بعض واقلبهم مع بعض تقليبة. بقلب الدقيق وكأننا بنعمل بشاميل، مش بنسيب الدقيق يتحمر كتير او مش بنسيبه يتحرق معانا. مجرد ما بنقلبه بنحط بقية المكونات. كان عندي معلقة من المغات، ابتديت احطها. لما بنجيب التحويجة بتاعة الحلبة من عند العطار بيكون حاطط مغات، بس انا عشان كان عندي ابتديت احطها كحاجة اضافية من عندي. وكمان طبعا يعني في الشتاء بيبقى معظمنا عنده مغات بنعمله في البيت وكده، بيكون حلو جدا. ابتديت احط المعلقة من المغات، وهحط كمية من الزيت كمان، لاني يعني احتجت ان انا احط كمية من الزيت. وزي ما احنا شايفين لازم الزيت يكون كتير بالشكل ده، ونقلب السمسم مع بقية المكونات كويس. هنا انا عاوزة السمسم يكون متحمص ويكون كمان طعمه حلو معايا. ببتدي ان انا اقلبهم كويس مع بعض بالشكل ده، وهبتدي احضر كمية العسل اللي انا هحطها على المكونات. شفت ناس كتير بتعمل الحلبة المعقودة بطرق مختلفة، بس دي الطريقة اللي احنا متعودين عليها ودايما بنعملها بيها، مش بنغيرها. هنا بقلب السمسم مع المغات مع الدقيق طبعا. والحاجة ربنا يديها الصحة يا رب ابتدت تحط العسل، ودي طريقتنا اللي احنا مش بنغيرها، او طريقة مامتي دايما بتعملها بالطريقة دي، وبتطلع الحلبة ما شاء الله حلوة جدا. هنا بحط بقية كمية العسل. هي محتاجة ان حد يقلب كويس وحد يكون بيساعدنا بيحط لنا بقية كمية العسل اللي موجودة معانا. انا اشتريت من عند العطار التحويجة اللي هي بتكون تحويجة الحلبة. فبسأله بقوله ان انا احط لكل كيلو عسل قد ايه من التحويجة دي. فبيقولي ان انا احط معلقة واحدة بس، يعني معلقة اكل ما تكونش مملية. ببتدي ان انا احط الكمية اللي هو بيقولي عليها، يعني طبعا بيكون عارف العطار التحويجة دي بيكون فيها ايه، وبيكون عارف اكتر مننا. ببتدي بمشي بالمقادير بالظبط. بنجيب حاجة تانية غير التحويجة، بنجيب حلبة مطحونة. الحلبة المطحونة وكل حاجة بنحطها على الحلبة معانا او على العسل معانا لازم ننخلها كويس جدا، لانها بيكون فيها شوائب، ودي هتطلع معانا في الاكل مش هتبقى لطيفة. لما بننخل الحاجة بتكون حلوة. الحلبة المطحونة طبعا هي اللي بتدينا طعم الحلبة. بحط منها معلقة، ببتدي ان انا احط معلقة كبيرة واقلب. باخد حتة بس صغيرة وادوقها بالراحة كده لانها بتبقى سخنة جدا. بشوف طعمها بقت يعني بقت حلبة معقودة ولا لا. كل مرة بزود حبة صغيرين، ما نكترش عشان ما تمررش معانا، لانها لو كترنا هتمرر. انا سبت الحلبة تغلي كويس وطفيت عليها لما تقلت، وابتديت ان انا اسيبها تبرد تماما. بعد ما بردت حطيت السوداني عليها. لو حطيت السوداني وهي سخنة السوداني هيطرى معانا مش هيكون مقرمش. الخطوة دي بتخلي السوداني مقرمش وحلو جدا. هنا شكل الحلبة بعد ما خلصت. طبعا انا بحضر عشان اعمل سندوتشات. ريحتها قوية جدا، طعمها حلو قوي. السوداني معانا مقرمش وجميل. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، وياريت ما تنسوش اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.